السلام عليكم. في حاجات الواحد بيشوفها في الرجالة كده، يعني حاجات مش حلوة بصراحة. تلاقي الراجل ماشي هو ومراته في الشارع، فمراته لابسة لبس ضيق وملفتة للأنظار، ولو انت فكرت تبص عليها تلاقاه زعل وعاوز يتخانق. طب ما انت يا عمي اللي خليت الناس تفكر تبص على مراتك وهي ماشية. ما هو انت المفروض وهو انت طالع ماشي معاها بره، الحاجات دي بتبقى في البيت بس مش في الشارع. يعني احنا بنشوف الستات في الشارع، الست سبحان الله كله ده برضو بيبقى من الراجل مش من الست. لان الراجل الكويس ما يعودش مراته ان هي تنزل الشارع وهي لابسه لبس ملفت للانظار، حاجات في وشها. يعني انا بشوف ستات رايحه المدرسه. طب انت رايحه تودي ولادك المدرسه متمكيجه ليه والنبي؟ عاوز افهم ليه انت رايحه تودي ولادك المدرسه لازم مكياج ولبس عشان يقولوا ايه؟ اصل دي، بص، الست دي رشيقه، الست دي نزيهه. نزاهه الست في دينها، في اخلاقها، في ادبها، في لبسها. هو ده الست اللي المفروض يتقال عليها ست كويسه، مش في المكياج وفي العبايات اللي هي مقمطه على الواحده ومحزقه وملزقه. يعني المفروض كل راجل يحاول، مش يحاول بس، ده لازم. الحاجات دي بتبقى في البيت للزوج بس، وبالخصوص تبقى في غرفة نومهم مش في الشارع. والسلام عليكم.